السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الإعدادية. إن شاء الله النهاردة هنكمل معاكم دروس الجبر بتاع الترم الأول للصف الثاني الإعدادي اللي هو درس العمليات على الأعداد الحقيقية. الدرس بتاعنا درس جميل جدا، فركزوا معايا وان شاء الله نطلع من الفيديو باقصى استفادة ممكنة. ولو انت ما شفتش الدروس اللي فاتت وحل الاختبارات التراكمية هتلاقيها في صندوق الوصف بتاع الفيديو، وهتلاقيها كمان هتظهر في علامة الاي اللي على الفيديو. ولو انت ما عرفتش تجيبها من هنا او من هنا هتلاقيها في قائمة تشغيل في قوائم التشغيل اللي موجودة في القناة. نروح للدرس بتاعنا. اول حاجة عندنا الملاحظات. العنصر المحايد الجمعي في ح هو واحد، يبقى الواحد ده محايد ايه؟ المحايد الجمعي اللي هو ايه؟ الصفر. يبقى العنصر المحايد الجمعي في ح اللي هو الصفر. بمعنى لما اقول صفر زائد جذر خمسة تبقى تساوي جذر خمسة زي ما هي. رقم اتنين، العنصر المحايد الضربي في ح هو الواحد. بمعنى ان لو انا قلت واحد في جذر سبعة هتطلع جذر سبعة زي ما هي. رقم 3، المعكوس الجمعي للعدد ألف هو سالب ألف. معكوس جمعي بنغير الإشارة. يعني المعكوس الجمعي للعدد خمسة هيبقى سالب جذر خمسة، يبقى سالب جذر خمسة، وهكذا. المعكوس الضربي للعدد ألف بنشقلب العدد نفسه يبقى واحد على ألف. يعني لو أنا عندي جذر اتنين المعكوس الضربي يبقى واحد على جذر اتنين. خلي بالك أهم حاجة عندنا في الدرس ده إن احنا لا نجمع أو نطرح إلا المتشابه فقط. يبقى في الدرس بتاعنا بتاع النهاردة لا نجمع أو نطرح إلا المتشابه فقط. حاجات متشابهة هنقدر نجمعها، لو حاجات مختلفة يبقى ملناش طلب بيها. نروح نشوف أمثلة. مثال رقم واحد بيقول لي اوجد ناتج ما يأتي 2 جذر 3 زائد جذر 3. 2 جذر 3 زائد جذر 3 هنقدر نجمعهم بسهولة. خلي بالكم ان هنا فيه واحد بس ما بيبقاش مكتوب، يبقى 2 وواحد 3 جذر 3. 5 جذر 2 ناقص 3 جذر 2، 5 ناقص 3 هيبقى 2 والناتج يطلع جذر 2. يبقى 5 جذر 2 ناقص 3 جذر 2 يبقى 2 جذر 2. جذر 7 ناقص 3 جذر 7. جذر 7 دي كده معناها ان هي فيه هنا واحد. واحد ناقص 3 يبقى سالب 2 جذر 7. 2 جذر 5 زائد صفر. طبعا انتوا عارفين ان الصفر محايد جمعي، يبقى هتنزل 2 جذر 5 زي ما هي. جذر 7 في جذر 7 في الضرب هنكتب جذر واحد بس، و7 في 7 ب49. لو نقدر نحسب الجذر هنحسبه، ولو ما نقدرش خلاص هنسيبه زي ما هو. طبعا هنا كلكم عارفين ان الجذر 49 تساوي 7. رقم 6، جذر 3 في جذر 3 تبقى جذر 3 في 3 ب9، وطبعا جذر 9 اللي هو بكام؟ ب3. رقم 7، جذر 5 في 1. طبعا جذر 5 في 1 الواحد ده محايد ضربي، يبقى تنزل جذر 5 زي ما هي. رقم 8، جذر 2 في جذر 3 هتبقى جذر 2 في 3 ب6. طبعا دي مش هنقدر نحسبها، خلاص هنسيبها زي ما هي كده. النقطة رقم 9 بيقول لي 2 جذر 5 في 3 جذر 2. هنا يا شباب هنتعلم كده ان احنا نضرب عدد في عدد وجذر في جذر. بمعنى 2 في 3 ب6، جذر 5 في 2 اللي هي ب10، يبقى الناتج النهائي بتاعنا 6 جذر 10. نشوف مثال كمان. مثال رقم 2 بيقول لي اجعل المقام عدد صحيح في كل من 9 على جذر 3 وسالب 5 على 2 جذر 5. هنا علشان نخلي المقام عدد صحيح هنضرب بالضرب في جذر 3 بسطا ومقاما فوق وتحت. يبقى نضرب في جذر 3 فوق وتحت. يبقى نقول كده 9 على جذر 3 في جذر 3 على جذر 3.
المقام جذر 3 في جذر 3 كلكم عارفين ان هي بتطلع ب3 اهي. هي جذر 9 اللي هي 3، فانا هكتب 3 زي ما هي كده، وفي البسط هكتب 9 جذر 3. هنا في اختصارات هنختصر كده مع بعض. على 3 فيها الواحد، على 3 فيها ال3، يبقى الناتج النهائي بتاعنا 3 جذر 3. طيب نروح نشوف هنا العدد التاني ده ازاي نكتبه في ابسط صورة. هنضرب يا مستر بالضرب في جذر 5. انا ماليش طلب بالعدد اللي جنب الجذر، انا اهم حاجة عندي الجذر. يبقى هنضرب في جذر 5 بسطا ومقاما، يبقى سالب 5 على 2 جذر 5. هنضرب في جذر 5 ونقسم على جذر 5. هنضرب البسط يبقى سالب 5 جذر 5. المقام الاتنين هتنزل في جذر 5 في جذر 5 ب5. نبدأ نختصر مع بعض. ال5 هتروح مع ال5، ويبقى الناتج النهائي بتاعنا سالب، محدش ينسى الإشارة السالبة دي، جذر 5 وفي المقام فيه 2، يبقى سالب جذر 5 على 2. ممكن نكتبها بالشكل ده، سالب نص جذر 5. يبقى الكتابة دي صح والكتابة دي برضو صح. وطبعا نقدر نتأكد من النواتج بتاعتنا باستخدام الآلة الحاسبة. تعالوا نشوف أول واحدة دي. لو عملنا شرطة كسر وكتبنا 9 وجينا في المقام كتبنا جذر 3 وبدأنا نضغط علامة يساوي، طلع معانا 3 جذر 3. تمام، يبقى احنا كده نقدر نطلع من الحل واحنا مطمنين ان الناتج بتاعنا مظبوط. تعالوا نعمل تاني واحدة شرطة كسر. سالب 5 على 2 جذر 5، 2 جذر 5 يساوي، طلع معايا سالب جذر 5 على 2. تمام، يبقى كده سالب جذر 5 على 2 اهي. يبقى احنا كده نقدر نحل ونتأكد من الحل باستخدام الآلة الحاسبة. نروح نشوف مثال تاني. مثال رقم 3 بيقول لي اوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة. 2 في جذر 3 زائد جذر 7. الاتنين دي يا شباب هتتضرب في دي وهتتضرب كمان في دي، يبقى تساوي 2 جذر 3 زائد 2 جذر 7. انتهت. نروح نشوف المسألة اللي بعديها. تساوي ده مقدار أس 2، يبقى مربع الأول جذر 3 أس 2، ومربع التاني اللي هو 2 أس 2، وهنا 2 في الأول في التاني. جذر 3 أس 2 اللي هي 3، وهنا 2 في 2 ب4، والجذر 3 هتنزل، وهنا 2 في 2 ب4. طبعا واحنا بنجمع يا شباب لازم نجمع المتشابه بس، يبقى نجمع ده وده، ودي ملناش طلب بيها. يبقى 3 و4 7 زائد 4 جذر 3، يبقى تطلع 7 زائد كام؟ زائد 4 جذر 3. وبكده يبقى انتهت المسألة. نشوف المسألة رقم 3. بيقول لي 2 جذر التكعيب ال5 أس 3. هنوزع الأس، يبقى 2 أس 3 في جذر التكعيبي ل5 أس 3. 2 أس 3 ب8، والجذر التكعيبي ل5 أس 3 هيبقى 5، التكعيب هيروح مع الجذر، 8 في 5 تطلع معايا ب40. النقطة رقم 4 والأخيرة معايا، القوسين دول شبه بعض، وواحد موجب وواحد سالب، يبقى مربع الأول يبقى جذر 2 تربيع ناقص مربع التاني اللي هو 1 تربيع. جذر 2 تربيع اللي هي ب2، و1 تربيع اللي هو ب1، يبقى 2 ناقص 1 تطلع ب1. وبكده يبقى انتهت المسألة وانتهى معانا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش لايك للفيديو، وكمان ما تنسوش ان في حل اختبارات تراكمية على الدروس دي كلها، فانتظرونا. وما تنسوش كمان تعملوا شير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلاب والكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.